يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم اخوان. طبعا اليوم الحلقة الخامسة بعنوان الفضائح الجنسية في كتب الوهابية. هالمرة نترك النصارى واليهود وباقي الديانات الفضائح مالتهم، نرجع لإخواننا وأنفسنا الغاليين السنة. زين، ما نطول. وهواي من المخالفين يقولون هاي الرواية ضعيفة وبها طعن وانتقلت إلى الصحاح، واللي هي هاي الرواية مال النبي محمد يدخل المخنثين على زوجاته، أو على زوجات النبي، أي على زوجاته. نجي رواية صحيحة أو لا؟ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، تأليف الإمام الصنعاني، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، الصفحة 24. يقول الصنعاني: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء. هذا كلام من؟ كلام الصنعاني. يحتج به على من؟ على روايات أو على بعض الكلام اللي يقول هاي الرواية ضعيفة يوثقها يستدل بها. زين، نجي لهاي السالفة التعبانة مالت عائشة. عاش اليوم أتعلمكم. نقول لك إذا النبي محمد راد يشوف شغله وياي وأنا حائض، يخلي وصله على ذاك المكان ويكمل الشغل مالته. زين، هذا الكلام طبعا مو من عنده والله. تحفة العروس، هذا كتاب تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد، مكتبة دار الفكر عمان، الطبعة السادسة، تأليف محمد مهدي الإسطنبولي. طبعا هذا عالم كبير. نقول لك عائشة أم المؤمنين: ورد عن أزواج النبي إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا ثم صنع ما أراد. يعني خلي وصله وشوف شغله. زين، بالصفحة 163، طبعا هذا الكلام 162، بالصفحة اللي بعدها يذكر: قالت عائشة يعني رضي الله عنها، نكمل مو مشكلة خلي رضى عليها: كنت أشرب وأنا حائض، أي من إناء النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل: فيضع فاه على موضع فيه فيشرب ويتعرق العرق، عرق الحيض، وأنا حائض، ثم أناوله النبي. هاي مهزلة مهزلة. نجي لهذا الكارثة النواب مال النهر اللي من فروج الزانيات والناس يتعظمون بيه، الله يعذبهم. والله بها كتاب درة الناصحين للعالم العلامة عثمان بن حسن الخويوي، الطبعة الأولى، الصفحة 70. وروى عن ابن إمامة عن النبي عليه السلام إنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق السحرة. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله تعالى من نهر الغوطة، وهو نهر يجري من فروج الزانيات، يؤذى أهل النار من نتن ريحه. رواه أحمد وابن عدي. هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ يتعذبون بس من الريحة. نجي أيضا سبل السلام شرح بلوغ المرام، المجلد الأول للصنعاني. وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه، أي في الاغتراف منه من الجنابة. واحد معدل ومرتب حليه وسأل عائشة قيلها: شلون سبحين انت والنبي محمد إذا أنت مجنبة بعد جماعتي والنبي؟ فالسولف لعائشة ما تم تقصر المرأة معدلة. يعني نكمل ما لنا علاقة بها، خلي تولي. أيضا في سبل السلام للصنعاني، المجلد الثالث، الصفحة 290. والمسلم عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن، أي دنو لمس وتقبيل من دون وقاع كما عرفت.
يعني النبي محمد بس يصلي صلاة العصر يجي ياخذ له من عائشة فتح حلقين، استغفر الله، يظل يبوس بعائشة ويكمل الصلاة بعدها. زين، ما نتعمق بالشرح لأن شوية شرح خطر. شرح مقامات الحريري للإمام الشريش، الطبعة الأولى، الصفحة 93. يقول لك قوله تعالى الأطيبان، آية قرآنية الأطيبان، شنو تفسر هاي الآية بالله باعتقاد الإمام الشريشي؟ يقول لك الأطيبان أي الأكل والنكاح، أي هو شيخ مسن، وقيل الأطيبان النوم والنكاح، وقيل طيب النكاح وطيب النكهة. أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الأطيبان التمر واللبن. وسئل شيخ مسن من العرب عن حاله فقال ذهب مني الأطيبان، السر والأير. الأير، الأير ما يحتاج أشرح شنو يعني. وبقى الأرطبان، الضراط والسعال. هو يقول الضراط والسعال، يعني أنا كبار ظلت بس أضرط وأسعل، وذهب مني شي واحد واللي هو الآير، يعني انتهى صلاحيته. وحياكم الله وبياكم.